جيت انا وبسمله نطلع الخط من فرع اتصالات، عشان هنا ضيعت الخط بالتليفون فجيت اطلع الخط عشان مش هيبقى بوظان مضيعه خط، مضيعه تليفون وبوظان خط يعني. المهم في مكتبه هنا اهي، اول مره اكتشفها بصراحه، مش عارفه ليه. احنا جايين هنا، إيه اللي ودانا هنا؟ هاتي كده، هاتي كده. بص، هو يبان ليكم ان الكيس فاضي، بس الكيس فيه حاجات كتير ودفعت فيه مبلغ محترم يعني. وماما تيجي ورانا بالشبشب هنا. كام يا جماعه؟ بس انا ايه خرجني من البيت بجد؟ ليه ادفع المبلغ ده في الكيسه دي يعني؟ ليه؟ هوريكم لما اروح جبت ايه. والله روحت من الاخر يعني كده، عشان انا ما جاليش طولة بال. الفرع جوه الناس كتير قوي بقى كده اهو ماشي. ولقيت الامن اللي جوه مطلع لي بيقول لي هو انت محتاجه حاجه من الفرع؟ قلت له اه. بيديني ورقه فيها رقم 9، وهو عطاها لي بالمقلوب كان فيها 6، وبعدين عدلتها لقيتها 9. وانا بستنى كل ده، والله ما استنيت، رحت مشوار تاني في السريع كده وايه، وما عملتش برضو اللي انا عايزاه. ما نبني غير مصاريف تكاتك تقريبا اكتر من 60 جنيه. صح يا بيه؟ يلا منك لله يا هنا. ماشي، تعال نشوف جبت ايه. استنوا يا لهوي، ده البوك بتاعي، والله كان فيه فلوس. بصوا خلاص فاضي. بصوا بقى، انا عايزه اعمل مرايه عليها اسمي عشان اصور بيها. ولو قلت لماما، بصوا هي في الاخر مش هتقول لا، هي الامهات كلها ما بيقولوش لا، بس بعد ما يدوكي مرشح طويل عريض ويعقدوكي تسمع الفيديو هتجري ورايا بالشبشب ويعقدوكي من الحاجه دي. انا جبت دي، استنى هحطها، استنوا ما كده اهو، هادي فيها دي كده واحطها ايه، واحطها قدامي كده وبتثبت وبنت ناس وحلوه وكيوته، عشان انا حوله ومرايه اهي، والبيت فيه مرايات كتير، بس انا بحط الكرسي وقاعده قدام مش شايفه، لازم ابقى لازقه وشي فيها. عايزه اظبط النضاره. تمام. اجيب شرابات صغيره برضو عشان ما يلبسوهاش، وبتتسرق والله بتتسرق. حد يقول لي شراباتي فين كده من يوم ما خدت الاجازه او من يوم ما عملت العمليه بالظبط؟ اين شراباتي وهدومي كمان. وهدومي؟ والله العظيم الاسبوع اللي انا قعدته نايمه في السرير استغلوا لبسي اللي تلبس وتمشي، والميك اب والحاجات بتاعتي، وكانوا زايطين وعايشين حياتهم. تمام. فايه بقى، فجبت شراب، جبت 2. تمام. هما كده كده هيتاخدوا، انا مش هتهنى بيهم. تمام. فانا جبت 2، غير ان انا عندي حوالي 3 تانيين لسه جداد شويه. انا ما بخرجش كتير، حلو، وفي نفس الوقت من النوع اللي مش ببهدل الحاجه. هما سرقوا الشرابات فانا جبت شرابات جديده. المهم تعالى اوريكم ايه، تعالى اوريكم الشرابات. وانا قلت ما اطلعش من البيت يا بنت الحلال، انا ماليش مطلع من البيت، انا ماليش اطلع، ماليش اخرج، بصرف فلوس. اخ يعني اهو جبت ده البينك، جبت البينك ده، هما نفس الستايل بس الالوان مختلفه. هو كبير على فكره، انا رجلي مش كبيره كده صدقوني، ده هيبقى كبير، هيطلع على نص رجلي كده بالظبط. تمام. استنوا بقى اوريكم جبنا ايه تاني. في حاجه كده انا شايلاها في الاخر، بس ما انا جابت دي عشان عايزين احنا كده كده شعرنا كلنا ناعم ومفروض وابن ناس ومتربي، بس اوقات بيبقى فيه سنه ويفي، فاحنا عايزين نعمل بتاع اللي بتتلف دي، معرفش بتتعمل ازاي، بس بسمها قالت ايه اسمل اسمها جبنا دي. ماشي. وبعد دوخه حقيقي على الشنط دي اخيرا لقيتها. 10 جنيه. ماشي. دي بتاعت بسمله، وانا جبت اللي عليها لبوبو وانا جبت دي ليا. ماشي. دي بتاعتي ودي بتاعت بسمله. وطبعا بسمله اختي بتعشق الاكسسوارات، فبالتالي جابت الطقم ده. استنى. جابت الطقم ده. ماشي. غمضوا عينيكوا. ببقى في حاجات عايزه اكتبها وقت المحاضرات، وانا جايبه سكتش حرفيا تقلي، طبعا شفتوه، فبيبقى تقيل قوي وما بقدرش اشيله ولا في الشنطه ولا في ايدي، ولو واخده شنطه يد هحطه فيها ازاي، او حتى عايزه اشيله في ايدي فهو تقيل قوي، فانا جبت الكتكوت المقطقط الصغنون ده.
ماشي، على الاقل لو انا خارجه هاخده معايا، عايزه اكتب حاجه، كل ده. وبس عايزه افتحه. الله ما خدتش بالي، ورقه ملون، استنى افتحه.